هتكلم في الأول إيه اللي أنا محتاجه أعتزل عنه. لوط الإيد فيه 3 حاجات أنا محتاج أعتزل عنه. أول حاجة في لوط لقيتها أفكاره واختياره والأسرة وأصهاره. ما بحبش أقول سجع بس هي جت كده. تيجي تقولوا معايا مرة تاني. أول حاجة محتاج أعتزل عن إيه؟ اختيار، أفكار، والأسرة والأصهار. خلي بالك من الحاجات دي عشان مهمة جدا جدا جدا. أول حاجة وفكر فيها كده كويس اللي هي الاختيار. هل يا ترى اختيارك إيه أخباره؟ لما تقرأ في الشاهد ده في أصحاح 14 يقول الكتاب في عدد 10 الكلمات دي: فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأردن. إيه حالتها؟ أنها جميعها سقي قبلما أخرب الرب سدوم وعمورة كجنة الرب كأرض مصر حينما تجيء إلى صغر. يعني شاف الأرض جميلة جدا جدا. الاختيار هنا صح ولا غلط؟ كأرض صح، بس المفروض في مثل كلنا عارفينه: خلي بالك من الجار قبل الدار. صح ولا صح؟ فهو اختار المكان، الشكل صح، الشكل جميل زي ما بيقول الكتاب: المدينة حسن، وجه المدينة حسن، شكل المدينة حسن، لكن فيها نبع من جوه. الأما المية فهي ردية. فهنا لوط لما اختار الشكل، اختار المكان، والمكان ده مش هيدوم لأن فيه نبع مش كويس. فكان اختيار لوط مش كويس لأن أهل سدوم وعمورة كانوا أشرار جدا جدا جدا. فالاختيار. عايز أسأل سؤال بعيد عن الارتباط خلاص. هل يا ترى ايه الاختيارات اللي اتسعجلت فيها واخدتها وكانت غلط؟ كم اختيار خدته في حياتك؟ ده حتى لو حبيت اقول حاجه بسيطه، انك مرات كتيره ممكن تبدا حديث وتتكلم في حديث وندمت انك انت تتكلم فيه. اختيارات كتيره مرات كتيره بتبقى غلط وتكون سبب اذيه في حياتك. الرب النهارده بيقول لك في اختيارات ومكمل في الاختيارات الغلط، فده اللي مخليني مش عايز او مش قادر او معطل ان انا عايز اتكلم معاك في حاجات خاصه جدا. فأول حاجة قال له إيه؟ اعتزل عن اختيارات الغلط اللي في حياتك. مش عارف الرب بيكلم مين النهاردة، بس أنا أؤمن إن الرب في اسم الرب يسوع بيكلم ناس النهاردة ينفع تصلح وتصحح كل اختيار خدته في حياتك يمكن كان غلط في وقت من الأوقات.